اخواننا الرجال. انا مرضت، قلت واش هذا مسلم اللي كتب، هذا واش كنت كنتعاطف معاه، انا مسلم اللي كتب ديك المصيبه، انا ما كنعرفش. شوف انا شو ما نقولكش الهام ولا تكون خدوج ولا ام كلثوم ولا خديجه، ما كنعرفهاش داك الشيء، هذاك حشومه تكتبوا. نشكر جميع الاخوان والاخوات. صحيح النفسيه ديالي تدمرت، ولكن حيت كنشوف هاد الناس هادو وهاد التعاطف ديالهم هما اللي كيعطيوني واحد الشحنه وكيعطيوني واحد الدفعه باش نزيد ونستمر ونتغلب على هاد العراقيل. كما كتعرفوا هاد العراقيل انا تعرضت لها من النهار الاول في المجلس، الجميع قصراوه كيعرفوها، ولكن الحمد لله معايا عيالات حرار ومعايا رجال اللي كيقدروا هاد المجهودات اللي كندير وكيعرفوا، ولقيت بصح هاد الناس كيدفعوا بيا لقدام باش يرجعوني للور. كنشكركم بزاف وكنشكر كل قصراوي وقصراويه ضامن معايا، وشكرا بزاف، بارك الله فيكم. اليوم وقفة تضامنية مع السيدة مستشارة والمرأة القصراوية السيدة إلهام الركاع، مستشارة في المجلس الجماعي لما تعرضت له عبر التواصل الاجتماعي، وهو تتعرض له كل امرأة قصراوية. أنا بالنسبة لي هذا الشيء اللي تعرضت له الأخت إلهام إساءة لكل نساء القصر الكبير. يعني أي مشكل كيبقى سواء في المجال السياسي أو في العمل كشأن العام كله، كيمشيو للمرأة، كيمشيو للشرف ديالها، العرض ديالها. علاش؟ باش يطيحوا المرأة بصفة نهائية. ما خصهمش يشوفوا المرأة طالعة خدامة واقفة مزيان الناس يشكروا فيها. أنا بنفسي هذه الإساءة، أنا عن نفسي هذه الإساءة اعتبرتها إساءة لنساء مدينة القصر الكبير وليس فقط لإلهام الركاع. أنا بدوري جئت لأتضامن مع الأخت إلهام الركاع فيما تعرضت له من إساءة من طرف المستشار الجماعي الذي تعرض إلى إهانتها في شرفها، وهذا يعتبر عنف نفسي وعنف سياسي تتعرض له المرأة القصراوية والمرأة بصفة عامة. وهنا يمكن لنا أن نقول بأن كيف يمكن أن نشجع المرأة سياسيا ونشجعها إلى وصولها إلى مراكز القرار وهي تتعرض لهذا العنف الذي يمس شرفها بالدرجة الأولى. وهذا عنف نفسي وعنف سياسي نؤكد عليه ونسطر عليه بالأحمر، وهذا ما لا نريد أن نسمعه مرة أخرى. هذا تجاوز في مناطق أخرى، إلا أننا نحن في مدينة القصر الكبير لازلنا نتعرض للإهانة وللإساءة من طرف إخواننا الرجال. أنا مرضت، قلت واش هذا مسلم اللي كتب، هذا واش كنت كنتعاطف معاه، انا مسلم اللي كتب ديك المصيبه، انا ما كنعرفش. شوف انا شو ما نقولكش الهام ولا تكون خدوج ولا ام كلثوم ولا خديجه، ما كنعرفهاش داك الشيء، هذاك حشومه تكتبوا. صاف الشرف ديالها، والسيده عندها 2 بنيتات وعندها ولد شاب ومجوجه ومصونه ومعروفه في القصر بكل شيء. ماشي حنايا غير نخبعوا وجهنا، حنا وجهنا عريان للجميع باش تمس في الشرف ديالها. هاد السيد خصو معاقبه، وخصو ضروري جميع الفئات اللي هنا في القصر تعرفوا بانه تعاقب على هاد الشرف اللي قاص به هاد السيده هذه، لانها قاصها مرضها هي وولادها وراجلها والابن ديالها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات. صحيح النفسيه ديالي تدمرت، ولكن حيت كنشوف هاد الناس هادو وهاد التعاطف ديالهم هما اللي كيعطيوني واحد الشحنه وكيعطيوني واحد الدفعه باش نزيد ونستمر ونتغلب على هاد العراقيل. كما كتعرفوا هاد العراقيل انا تعرضت لها من النهار الاول في المجلس، الجميع قصراوه كيعرفوها، ولكن الحمد لله معايا عيالات حرار ومعايا رجال اللي كيقدروا هاد المجهودات اللي كندير وكيعرفوا، ولقيت بصح هاد الناس كيدفعوا بيا لقدام باش يرجعوني للور.
كنشكركم بزاف، وكنشكر كل قصراوي وقصراويه ضامن معايا، وشكرا بزاف، بارك الله فيكم.